أول سيشن في كورس الديجيتال ماركتينج. يعني إيه تسويق رقمي؟ كلنا فاكرين إن التسويق بشكل عام هو إن أنا أستخدم كل أشكال المحتوى، سواء ريلز أو فيديوز، أو إن أنا أكتب كونتنت وهاشتاج مناسب علشان أجيب العميل. وأول ما أجيب العميل خلاص أنا كده مهمتي خلصت، أنا جبت أول كلاينت أو جبت الكلاينتس عامة واشتروا مني والموضوع انتهى. يعني معظم الناس فاكرة إن الماركتينج هو مصطلح الادفرتايزنج. أنا بعمل ماركتينج يعني بعمل دعاية مجردة إن أنا أجيب كلاينت يشوف الدعاية دي ويوصل لي من خلالها، وأول ما يشتري مني أنا خلص شغلي، خلاص كده أنا كده بالنسبة للعميل خلاص. وده كان أكبر خطأ بتعمله تراديشنال ماركتينج بشكل عام، إن أنا كل محتوايا مع العميل يكون إن هو يشتري مني، على العكس إن دلوقتي كل اللي بنشوفه في التراديشنال ماركتينج إنهم بيستخدموا أرقام تليفوناتنا أو جيميلاتنا بشكل عام علشان يبعتوا لنا منتجات تانية ويكون في صلة بالعميل دايما. ودي حلقة الوصل اللي بتسمى الماركتينج الحديث، أو الماركتينج اللي فعلا بيخلي فيه عائد للعميل اللي انت اشتغلت معاه، أو البيزنس اللي هو كان جايبك مخصوص علشان تشتغل له ماركتينج. كان في 2 من أكبر العلماء في مجال التسويق بشكل عام. أول واحد اسمه بيتر داركر، والاتنين كان ليهم كتب في التسويق. بيتر داركر بيتكلم عن الماركتينج وبيقول إن هدف البيع جعله شيء ثانوي. يعني كل الماركتينج هو عايز يخليه حاجة ثانوية مش أساسية، بمعنى إن هو عايز يحولها من حاجة صعبة والناس مش عارفة تجيب الكلاينتس يحولها لشيء سهل وبسيط، وده ببناء علاقات مع العميل يخليه يرجع لنا تاني. كتير مننا بنشوفه بيشتري من مكان مش عشان المنتج موجود فيه، علشان معاملة أصحاب المكان كويسة، أو بيعملوا معاه علاقات إن هو يسألوا عليه، ولو عايز حاجة من وقت للتاني ممكن يديها وما يسألوش على الفلوس غير لما هو يجيبها. وهي دي اسمها حلقة الوصل، إن احنا بنخلي الماركتينج أسهل وأبسط. بيجي فيليب ويأكد على كلام داركر وبيقول إن هو مجموعة من الأنشطة بشكل عام بنعملها علشان نجذب العميل. طب خلاص مهمتنا كده خلصت، اللي هو شغل انتش وجري اللي احنا بنعمله ده؟ لا، ده هو بيكمل كلامه وبيقول ان احنا كمان بنتفاعل معاهم. يعني ايه نتفاعل معاهم؟ ده اللي لسه شارحينه، وقلنا ان احنا معاملتنا مع اي عميل لازم تكمل للآخر. علشان كده دايما بيقولك ان اول عميل هو اصعب عميل، لان احنا اول ما نجيب اول عميل بيبتدي ان هو يرشحنا للباقيين لو كانت معاملتنا معاه حلوة، ولو فعلا طلعناه من عندنا راضي واقنعناه بالحاجة اللي احنا عايزينها. معنى كده ان الماركتينج مش مجرد اعلانات، انا مش مجرد بعمل اعلان على اي منصة من منصات السوشيال او اي منصة تتيح لي الاعلان عنها وابتدي ان انا اعمل اعلان واقول كده خلاص اعمل اعلانات ممولة وادفع فيها فلوس كتير. في ناس كتير بتقول ان هي بتعمل اعلانات ممولة، وللأسف نسبة المشاهدة ونسبة الوصول بيكونوا قليلين جدا، وحتى لو دخل لهم عدد من المسجات اللي بيرد على المسجات ما عندهوش اسلوب الماركتينج ان هو يخلي اللي قدامي يشتري المنتج. دايما لما بنكتب كابشنز او نكتب اي حاجة في الكونتنت بنبدأ بسؤال نحدد فيه العميل محتاج ايه. يعني لو يكن احنا هنعمل اعلان عن كورس انجليش، فنبتدي نحدد ان العميل انت نفسك تسافر، انت نفسك تتكلم لغة كويس، نفسك تنجح في دراستك. بنحاول ان احنا نحدد اسئلة تخلي دماغ العميل لا انا هشتري. دايما بنسأل العميل اكتر من سؤال في الاول تكون اجابتها ايوه او نعم، علشان لما نقدم له الخدمة يكون نسبة ان هو يستجيب لها 80%.
فمعنى الماركتينج ان العميل اهم من مجرد ان احنا نعمل اعلانات، واهم من ان احنا نجيب مسجات وكلاينتس المكان، وملناش دعوة هم يشتروا او لا. انا جبت الكلاينت ودي مهمتي كماركتينج، لا. ده اكبر خطأ بيعمله كل اللي شغالين في مجال الماركتينج، وعلشان كده بتلاقيهم بيتنقلوا من مكان لتاني، علشان لما حد يجرب شغلك ويبتدي ان هو ما يلاقيش عائد فيبتدي يدور على غيرك، لان الاسلوب اللي انت بتتبعه كان خطأ من البداية. يبقى ده خلاني عرفت ان التسويق الديجيتال ماركتينج الحديث مش مجرد اعلانات، ده كان اسلوب التراديشنال ماركتينج، وحاليا محدش بيرضى يستخدمه لانه العائد بتاعه يكاد يكون بسيط جدا بالنسبة للديجيتال ماركتينج. ولهذا حاليا كل اللي بيتعلم تسويق الكتروني او التسويق الرقمي بشكل عام. طب ايه المنصات اللي بتتيح ليا ان انا اعمل تسويق؟ عندي الويب، عندي السوشيال ميديا او الاعلانات المدفوعة، المدونات اللي تقدر تكتب عليها، وكمان في زي متاجر الكترونية بتكون معمولة تقدر تعمل عليها المنتج بتاعك وتبيعه ايا كان هو ايه، يعني في الجرافيك زي خمسات، ولو منتج تاني زي امازون. كل دي متاجر الكترونية اقدر برضو ان انا اسوق عليها. وهنا نيجي البوينت مهمة، ايه انواع التسويق الالكتروني او ايه انواع الديجيتال ماركتينج بشكل عام؟ الديجيتال ماركتينج في منه اكتر من نوع، هناخدهم بشكل منفصل. SEO ده اول نوع من انواع التسويق الرقمي، وده التسويق عبر محركات البحث زي جوجل، زي السيرش، ان اي حد يدخل يعمل سيرش يلاقيك في البداية. في ناس متخصصة في الجزء ده ان هي بتقدر تظبط محركات البحث، اول ما حد يدور عليك يلاقيك بالظبط قدامه، تبتدي ان انت تطلع له اول حاجة. دايما لما نعمل سيرش عن حاجة ويطلع لنا الاول، ده بيكون بنسبة 90% بندخل نشوفه. كل ما تروح او تنزل لتحت في محركات البحث بتكون نسبة الوصول اقل، وبتكون الناس بتشوفك اقل. ففي ناس بتكون مختصة ان هي هتدخلك على محركات البحث، هتخليك تظهر للناس في السيرش بسرعة جدا، بس ده طبعا معتمد ان انت تخلي العميل يدور عليك. يعني دي مرحلة ان العميل عارفك بس مش عارف يوصلك، فهيبتدي ان هو يسيرش عنك، وهيبتدي ان هو يدور عليك ويشوف فيدباك للناس عنك. نمبر 2 SMM، وده يمكن افضل انواع السوشيال الماركتينج على السوشيال ميديا. ده اللي احنا بنكون متمكنين منه، وده اكتر نسبة وصول للناس، علشان الناس دايما فاتحة مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الوقت. فده احنا بنستخدمه كأكتر نوع من انواع الديجيتال ماركتينج، ان احنا نسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بيكون عامل بيدج على فيسبوك، بيكون عامله على سناب شات، بيكون عامله على تيك توك، هكذا في كل واحد من التاني بيحاول ان هو يعمل اكاونت على كل منصات التواصل الاجتماعي. فده من الانواع المهمة. ولما بنيجي نتخصص برشح ان احنا نتخصص MMM لو احنا في البداية، بيكون الموضوع اسهل وابسط لينا، خصوصا ان احنا عندنا معلومات اكتر عن السوشيال ميديا او مواقع التواصل بشكل عام، فهيكون عندنا فكرة مش هناخد وقت في ان احنا نتعلمها. نمبر 3 ADM، وده نوع صعب شوية، يعني مش كله يعرف يعمله، ان هو بيعمل ماركتينج عبر البريد الالكتروني. بتكون تقدر تبعت مسجز للناس كتير بس بشكل معين، وبيكون لها تنسيق وطريقة كتابة معينة. ده التسويق عبر البريد الالكتروني، بتستخدمه الشركات الكبرى في معظم الأحيان، ما بتلاقيهمش بيسووا غير عبر البريد الإلكتروني، لأن هما بيكونوا حاطين في دماغهم فئة معينة بيقدروا يوصلوا لها عبر البريد الإلكتروني، فبيكون بالنسبة لهم ده أسهل وأسرع وطريقة مضمونة. نيجي للنوع الرابع BBS، وده التسويق عبر الإعلانات المدفوعة. احنا دايما بندور على إعلانات ممولة،
في ناس بتكون بتجرب فبتضيع بمبالغ كبيرة. الموضوع مش سهل، لازم تحدد الموقع اللي انت مستهدفه، لازم تحدد العمر والفئة والنوع وكل حاجة انت عايز تستهدفها بنوع معين ومكان معين. ما ينفعش ان انت تعمل اعلان ممول وانت مش عارف خوارزمات الابليكيشن اللي انت هتستخدمه، مش عارف خوارزمات المكان، مش عارف الانتشار فيه بيكون ازاي، وتروح تعمل اعلان ممول او تقول انا هشتغل في الاعلانات الممولة. كل واحد فيهم بيكون ليه دخل معين ومكسب معين، ولكن احنا بندور على الحاجة اللي احنا بارعين فيها، علشان احنا قلنا اهم حاجة الكلاينت. فلما نشتغل في حاجة نتأكد ان احنا هنعرف نؤدي فيها ولو بنسبة 80% مجهود وتعب، ان انا هقدر اوصل الحاجة دي علشان الكلاينت يرجع لك تاني يشتغل معاك، وساعتها انت هتقدر تحط السالري اللي انت عايزه من العميل. لا وبالعكس، انت هتمشي من عنده هتبقى حاسس ان انت اديت شغلك بشكل كبير. لو حد سأل على ماركتينج فيما بعد هتلاقي الشخص اللي انت اشتغلت معاه بيرشحك ليه. رقم 5 وهي الكونتنت ماركتينج، تسويق بالمحتوى. تسويق بالمحتوى ان انا عندي محتوى معين اقدر اعمله علشان اخلي المنتج ده ينتشر، ودول اغلب اللي بيعملوه انفلونسر ماركتينج. دي شبه الكونتنت ماركتينج شوية، ان هي نفس الشيء في ان انت بتجيب شخص انفلونسر يعلن لك عن المنتج الخاص بيك، خصوصا ان الكونتنت بتكون مناسب ان انت عامل محتوى وبتكتب له كونتنت مناسب يشد. يعني الكونتنت ماركتينج اقرب ان انت بتكتب كونتنت يخلي الناس تشوفه لا هتشتري منك. خوارزميات الفيسبوك يرفع لك البوست بتاعك. انت عارف انت بتكتب ازاي، مش AI، لان ال AI بتعرف بعضها وبتنزل اي حاجة انت بتنزلها وما بتخللهاش نسبة وصول نهائيا. اما الانفلونسر انت معتمد على شخص معين يعلن لك عن المنتج ويخلي الناس تشتري. بالاضافة ان العنصر البشري في الفيديوز بيخلي نسبة الوصول اعلى. يعني لما انا اجي اعمل تسويق حاول ان انت تخلي مثلا صوت حد في الفيديو، عنصر بشري، صوت وصورة شخص في الفيديو، حتى لو هتحطه في كورنر من اشياء الفيديو ولكن خليه ظاهر، لانه هيجيب ريتش وهيخلي فيه نسبة وصول. يعني العنصر البشري دايما بينتشر، خصوصا لو انت بتعمل ماركتينج على حاجة حاول تستخدم فيها طفل من الاطفال. الموضوع ده بيخلي نسبة الوصول عندك مضمونة ودمها أخف. يعني احنا بندور على الترندات ونستخدمها في الماركتينج الخاص بينا. من أنواع الماركتينج كمان التسويق بالمؤثرين، أشخاص يقدروا يأثروا على أشخاص، أو إن أنت تقدر تأثر على حد معين تخليه يشتري منك. زي ما قلنا ان اهم حاجة العميل، واهم حاجة ان انا احدد الفئة والعمر والسن اللي انا عايز استهدفه في المنتج بتاعي. في حاجة اسمها الفينل مين او كم العميل. ايه كم العميل؟ دي مراحل سلوك العميل. ان العميل شاف الاعلان فهو اندهش، فابتدى ان هو يدخل يسأل، فابتدى ان هو يتكلم معاك. بعد ما يتكلم معاك حسيت ان هو متردد، هو عايز يشتري ولا مش عايز يشتري، فابتديت ان انت تلعب على اعصابه وتقوله ان في خصومات النهاردة بس، ولو انت سبتها مش هتعرف تجيبها تاني. فابتدى التردد يقل عنده ان هو يشتري، فتبدأ تديله مزايا المنتج وان هو عليه ضمان، فيبتدي ان هو يشتري منك. دي كلها مراحل العميل اللي لازم افهمها. لازم افهم سلوك العميل من اول ما كان حابب ان هو يشتري لحد هو ليه بيسأل عن المنتج، فابتدي ان انا احلله مشكلته. يعني انا بدور على مشكلة العميل او ليها علاقة بالعميل نفسه. زي لو انا عايزة ابيع طبق، فهو شاف طبق شكله حلو فابتدى انه يسأل عليه بس السعر غالي، فتبتدي ان انت تديله مميزات. عرفت منه ان هو مثلا عامل دايت وليكن هو عايز يخس، فتبتدي ان انت تقول له ده الطبق
بيقلل الأكل، فيبتدي إن هو يندهش ويسأل إزاي. فبعد ما يسأل إزاي هتقوله إن هو بيديك إحساس إن الطبق مليان ولكن الطبق بيكون فاضي، فده هيساعدك في الدايت اللي انت مستخدمه. فهتلاقيه اوريدي اشترى، هو مش عارف هو اشترى الطبق لحد دلوقتي ليه، بس هو اشتراه. وبعد ما يشتريه هيبتدي الناس اللي حواليه تسأله نفس السؤال، هو انت اشتريت الطبق ليه؟ فيبتدي يقول نفس الإجابة. فكل اللي في دماغه حاجة معينة من هذا الشيء، حتى لو كلهم مش فاهمين مقتنعين هم ليه اشتروا الطبق، بس هتلاقيهم بيرجعوا لك وبيشتروا منك نفس الحاجة. طيب ما احنا دايما لما نقول ميديا باير بيكون بيعمل كل حاجة، شايل الدنيا على دماغه وماشي. الميديا باير بيعمل تسويق، بيعمل كونتنت، بيرد على المسج. اما الديجيتال ماركتنج ايه الفرق بينها وبين الميديا باير؟ التسويق الإلكتروني أو التسويق الرقمي بشكل عام هو أشمل من الميديا. التسويق الإلكتروني هو واقف على عاتقه إن هو لازم يعمل نسبة وصول، لازم يعمل نسبة مشاهدة، لازم يعمل مبيعات، لازم يخلي فيه علاقات مع العملاء، لازم العملاء ترجع له، فهو أشمل من الميديا باير. طيب أنا بقالي شوية بقول الديجيتال ماركتينج والتراديشنال ماركتينج، بتوينزم ايه الفرق بينهم؟ او ليه دلوقتي الديجيتال ماركتينج بقت احسن من التراديشنال ماركتينج؟ ببساطة لان فوائد الديجيتال ماركتينج كتيرة جدا. الديجيتال ماركتينج الوصول الخاص بيها عالمي، ان هو يقدر يوصل لاي مكان في اي وقت، وهو ده اللي الماركتينج بيحاول يعمله، ان انا اقدر اوصل المنتج بتاعي لاي مكان، خصوصا لو عندي خدمة توصيل. فده هيكون بالنسبة لي خلينا نقول مش عالمي، ولكن هوصل لداخل كل البلاد. اما الديجيتال ماركتينج ماركتينج خاص بيه محدود، هو ما بيقدرش ان هو يوصل لكافة الناس، ما بيقدرش يوصل لكافة العقليات. مقدرش يبقى معايا منتج واحد اخلي الاب والابن والام التلاتة عايزين يشتروه، وده صعب ان انت تقدر توحد بينهم، ولكن الديجيتال ماركتينج بيعمل ده. الإعلانات المستهدفة في الديجيتال ماركتينج بتكون مميزة ومظبوطة إلى حد كبير، مش زي التراديشنال ماركتينج بيتبعوا إن أنا عايز أعمل إعلانات الكل يشوفها، وعايز أعمل إعلانات أي عميل يجيلي من خلالها، مش مهم هو هيكمل ولا لأ، المهم إن هو يشتري. وده كان بيخلي إن الديجيتال ماركتينج في كفاءة في التكلفة، يعني الحاجة اللي أنا بصرفها عليه هو جايب لي عائد. أما التراديشنال ماركتينج أنا بصرف كتير ويجيب لي عائد بسيط ومفيش عائد فيما بعد. واحنا قلنا ان انا لو مش هوقف شغل وانا شغال في النوع ده من البيزنس على طول، فانا محتاج ان انا يكون معايا عملاء على طول. والمرة الجاية هناخد بإذن الله انواع العملاء والكلاينتس. الكويس في التسويق الرقمي كمان ان هو قابل للقياس، يعني انا عملت كذا، في عندي عملاء كذا، في اكتر من واحد بيجيلي، انا اقدر اقيس، اقدر ان انا اعمل حساب خاص، اقدر ان انا اشوف نسبتهم قد ايه، على عكس التراديشنال ماركتينج انا مش عارف ان انا اعرف كام دخل لي، كام طلع، كام عميل سأل، لان انا ماشيها كده، انا مش عامل بلان، ما عنديش حاجة اقولها، انا بس بعمل ماركتينج وبعمل شير وببعت للناس، واللي يشتري يشتري واللي ما يشتريش ما يشتريش. وممكن اكون اصلا واخد الكونتنت من شات جي بي تي، فده يقلل نسبة الوصول الخاصة بيا، واكون ما بعملش ماركتينج. بالعكس، يعني انا لو بعمل اعلان عن كورس AI وانا ما بعرفش اعمل AI، ومنزل فيديو من تعبان من اي موقع بيعمل لليميتس معين، هتلاقي الناس نفسها مش هتقتنع. انت هتقنعهم ازاي؟ الديجيتال ماركتينج بيخلي فيه تعزيز الوعي بالعلامة التجارية بتاعتي، يعني العلامة التجارية بتاعتي هتنتشر انتشار رهيب، ان انا عارف انا بسوق فين، انا عارف انا محدد اني فئة، انا عارف بالظبط انا بدي الماركتينج او بدي المنتج بتاعي المناسب لمين.
فبالتالي بيخلي فيه علامة تجارية الخاصة بيها معروفة، ان اللي اشترى هو عايز يشتري منها تاني، فهو بالتالي هيحفظها. كمان لو كنا بنقوله ان الديجيتال ماركتينج مميز بالتفاعل الشخصي. يعني ايه التفاعل الشخصي؟ ان انا بتعامل مع الناس بشكل معاهم بشكل شخصي، كمان ان انا بره اطار العمل انا اقدر اكلمهم واقدر اتعامل معاهم واقدر اكون معاهم صداقات، مفيش اي مشكلة. وان انا دايما في تحسين العملاء المحتملين. يعني التراديشنال ماركتينج بنسيب كده مش عارف هو مين اللي محتملين، اما الديجيتال ماركتينج هو عارف انا دلوقتي بعت المنتج ده للشخص ده بذاته علشان هو محتاجه، فانا هاجي بعد فترة وعارف مين العملاء بتوعي اللي يكاد يكونوا محتملين بسبب ان انا بحدد الفئة اللي انا عايزها. ودايما بيكون عندي تفاعل اجتماعي مستمر معاهم كلهم، ان انا دايما عارف انا هبعت المسج بتاعتي لمين، انا عارف هعمل عروض مين هيشتري. فالديجيتال ماركتينج ماشي على بلان مظبوطة، ماشي على خطة دايما هو عارفها، مش شبه التراديشنال ماركتينج بيكون عشوائي. ودي نفسها هي فوائد التسويق الرقمي على عكس الديجيتال. دي نفسها فوائد التسويق الرقمي على عكس التراديشنال ماركتينج اللي حاليا بيكون الناس بتستغنى عنه. علشان كده تلاقي اللي كانوا بيشتغلوا عدلوا المسار الخاص بيهم وابتدوا ان هم يروحوا للديجيتال ماركتينج. وطبعا السيلز غير الماركتينج، علشان كده فيها مصطلحات كتير بنكون متلخبطين فيها، ولكن على طول مدار الكورس ان شاء الله هنكون شرحناها وهيكون الموضوع بسيط جدا. مش هطول عليكم في اول سيشن، نلتقي في السيشن القادم.